السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ ايش الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم بإذن الله راح أسوي البف، بس مو بالعجينة الجاهزة، لا يعني راح أبدأها من العجينة إلى الحشوة. نبدأ بالعجينة اللي هي 2 كوب طحين، 3 ملاعق نشا، رشة ملح، ربع كوب زيت. الموية نخلوها كوب، بس انتم ابدوا العجن ب3-4 الكوب واتركوا جزء. شوفوا العجينة كيف معكم. إذا حسيتوها لسه يعني ما هي متجانسة، ابدوا زيد الماء شوي شوي لين تصير معكم عجينة لينة، لكن ما تمسك باليد. هنا تعرفون خلاص العجينة جاهزة. عجينة الباف هذه ما فيها بيكنج بودر. خلاص نعجنها، نقفل عليها نص ساعة، وإذا حابين حتى إلى ساعة عادي. تقفلون عليها وتحطونها في كذا في مكان يكون مثلا الفرن ما يكون شغال، يكون عادي بارد درجة حرارة المطبخ. تحطونها جوا الفرن، تتركونها تخلصون أشغالكم، تسوون الحشوة، تسوون حلاقة، تسوون اللي انت تبغون تسوونه. المهم ضروري ترتاح العجينة قبل ما تبدون تشتغلون فيها. هذا بالنسبة لعجينة البف. التشكيل على حسب الرغبة، والحشوة حسب الرغبة. أنا حشيتها خضار مع دجاج بالكاري. حطيت جزر وبطاطس، فلفل بارد اللي هو الفلفل الرومي، وش بعد، وشوية بصل، ووظفت عليها الدجاج. هذه هي الحشوة. حبيت تكون شوي على نكهة هندية، لأنه البف حلو يكون شوية سبايسي. فخلاص هنا قسمت العجينة على نفس هذا الحجم، لأن القطاعة عندي شوي كبيرة. فخلاص أحط على القطاعة وأحط الحشوة وأقفلها. صار معي موقف اليوم سيء جدا. تخيلوا هذا الفطار بعد ما صلحته وقليته وحطيته في الصحن وكل شيء، استعجلت وأنا طالعة من البيت لأن كان معنا أغراض ثانية، حلا وكذا. تخيلوا نسيته في البيت، ومتى تذكرته لما وصلت البيت الثاني. تخيلوا لما وقفنا وباقي على الأذان 10 دقايق. تخيلوا هذا الصحن اللي انتوا شايفينه نسيته في البيت. ما أعرف أبكي، ما أعرف إيش أسوي. كان شعور سيء إنكم كذا تسوون وتجتهدون ومن الظهر صاحين، بعدين آخر شيء تنسونه. صراحة اليوم ما أدري إيش كان فيني، بس يعني عادي، هذا تأثير الصيام. يعني أختي مرة سوت عجينة ونسيت البيكنج بودر الخميرة، واللي هي أساس العجينة. فعادي، شيء طبيعي برمضان الواحد ينسى. المهم ما علينا. هذا هو كانت اللي أنا سويتها يعني اليوم. هذا فطورنا. زي ما انتم عارفين الأشياء الثابتة، وهو المفروض يكون صحني من ضمنهم، بس للأسف زي ما قلت لكم نسيته. هنا أختي مسوية مطبق اللي هو بيض وفلفل بارد وبصل أخضر وطماطم وجبنة، طعمه مرة لذيذ. طبعا أكيد السمبوسة سبرينج رول، وأكيد الشوربة. الشوربة إحنا على مدار رمضان ما نغيرها. خلاص بعد ما خلصنا رجعنا للبيت. طبعا أنتم عارفين نظامنا إنه القطاوة لازم نلعب معاهم ضروري. اليوم نفس الحالة، كانوا بالبداية مكسلين، بس بعدين بتلاحظون شوي مع الدقيقتين الجايات تحسون كذا بدوا يلعبون وبدوا، فهمتوا علي؟ ضروري في رمضان، يعني ما يحتاج إني أعيدها في كل فيديو. ضروري بتشوفون بكل فيديو مقطع للقطاوة يلعبون. شفتوا هذه دولتشي هذه هذا أم بلاكي، أم الشلة كلهم اللي تشوفونهم، هذه أمهم اللي كانت اللي لعبت وراحت. هنا جاء تايجر، كانوا نايمين. وأساسا على فكرة القطاوة وقت العشاء يكونون نايمين، متى يصحون؟
يصحون من الساعة 12 ورا. يعني إحنا عندنا القطاوة كذا، ما أدري هم كل القطاوة كذا أو لا، بس هم بالعادة يقولون إنه هذا الوقت معروف. سبحان الله القطو حتى لو ما كان عايش مثلا برا البيت، مثلا يكون عايش حتى لو جوا البيت، لو إن شاء الله جوا غرفة، سبحان الله من الله إنه يكون عنده وقت معين اللي هو آخر الليل يسمونه وقت الاصطياد. فما أدري هذه المعلومة صحيحة أو لا. وفعلا هذا الشيء لاحظته في القطاوة عندنا، إذا تمت الساعة 12 1 بالليل صحوا. متى ينامون؟ ينامون 6 الصباح، وينامون كثير. ينامون كثير يعني أغلب وقتهم نايمين. لكن هذه الفترة تلقون اللي يعني من 1 إلى 6، هذه الفترة ما شاء الله عز نشاطهم، اللي هو وقت نومنا إحنا، فيصيرون مسوين ضجة وإزعاج. فهمتوا علي؟ فهذا الشيء اللي لاحظته. فيوم قريت عنه يقول إنه هذا أساسا القط، إنه هذا وقت الاصطياد بالليل أو وقت البحث عن الأكل. مع إنه القطاوة ما شاء الله اللي عندنا يعني مو محتاجين يصطادون يعني، بس ما أدري كذا فجأة يزيد نشاطهم على بعض حتى يطاقون. فهمتوا؟ وبس أنا راح أستمر كذا شوي باللعب معهم. طبعا أنا أصور هنا فترة اللعب 1 2 دقيقة، لكن بالحقيقة لا، الوقت أطول من كذا. يعني الهدف من هذا الشيء إنه بس نصنع تواصل معهم، يعني إنه ترى إحنا موجودين وإحنا نلعب معاكم، عشان بس ما يعني لانتهى رمضان نلقاهم متغيرين علينا. هذه بيوتي جت، بيوتي كانت نايمة وصحت بس عشان تلعب، وأول ما نزلت السنارة بالأرض نامت. واضح إنها أساسا يعني ما لها خلق تلعب، بس إنها شافت أخوانها متجمعين عندي فقالت يلا أنا معهم. شفتوا؟ واضح ما لها خلق تلعب. شايفين حتى تايجر كيف منسدح؟ لأن هذا وقت نومهم، أنا اللي أزعجتهم. طبعا أختي سوت حلا اليوم، هو البارح سوت اللي هو الحلا يشبه الآيس كريم. فمو أنا اللي سويته، بس إنه راح أشارك معكم الوصفة حقتها، اللي هو حلا مو مربى، حلا الجيلي. طبعا هو يخلط معاه جيلي، يطلع بالنهاية كأنه آيس كريم مرة بارد. يعني إحنا جوانها الحين باردة، بس حلا يعني ينفع بالصيف في الأيام الجاية. شايفين كيف بيوتي ما عاد لها خلق أبد. المهم نجي نتكلم عن الحلا. استخدمنا صينية التوست عشان يطلع معنا الحلا كذا. إيش حطينا؟ كسرنا بسكوت، بعدين حطينا فراولة. إحنا غلطتنا حطينا فراولة مجمدة، الأفضل فريش. بعدين نجي نسوي الجيلي ثقيل. يعني مثلا محطوط مثلا على الكرتون كوب موية حار، كوبين موية بارد، انتوا حطوا كوب حار كوب ما بارد، تخلونه فاتر، تضيفون عليه القشطة يصير زي خليط الآيس كريم، تضيفونها على الخلطة الثانية هذه اللي هو بسكوت مكسر الفراولة، تحطونه بالفريزر لمدة 6 ساعات، بعدين عادي تنزلونه الثلاجة العادية وخلاص، وتقطعونه بالهنا والعافية، يصير معكم آيس كريم يهبل. بكذا نكون انتهينا من فيديو اليوم. أشوفكم في فيديو ثاني، ومع السلامة.